عشان أقول وياه الحياة هتحلى وأنا معاه، هو ده اللي أنا بتمناه، واللي عيني شايفاه إحساس إنه أحلى وأغلى الناس، خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى بقى لقيناه. ايه ماما، هو ليه الشرطة جاية لبيتنا؟ فيها التسجيل كيف اعترفت وقالت عن جرائم القتل كلها. قبض عليكي عشان انت متهمة بجريمة قتل، ولو مش عارفة جرائم القتل اللي عملتيها كلها 15 سنة سجن. ايه ماما، هو ليه الشرطة جاية لبيتنا؟ انا خايفة قوي. يا حضرة الشرطية، هو انت جاية للمكان الغلط، كأنه يعني احنا ما عملناش اي حاجة، يعني قصدي انه ممكن جاية لعنوان غلط. يعني انا جاية لعنوان بيتكم انتوا، وكمان جاية لحضرتك انت يا سيدة جيمة. انا ما عملتش اي حاجة. اكيد هم اي حد كلمك او قالك اي حاجة اكيد هم بيفتروا عليا. لا، انا جاية لحضرتك انت يا سيدة جيمة، اتفضلي معانا. اصلا احنا مش متأكدين كويس، لازم تطلعي معانا لفوق ونروح للسيدة رفيف ونتأكد بالجريمة اللي عملتيها. ماما، انت عملتي جريمة قتل؟ لا، انا ما عملتش حاجة يا حبيبتي، دول اكيد بيفتروا عليا. انا ما عملتش حاجة يا روحي، انا معاكي مش هسيبك يا قلبي. ماما، ممكن تطلعوا البنت من الغرفة عشان انا هحكي كلام تاني يعني تبع كبار. بابا تعالي، خفيش انا معاكي. طنط رفيف، شو اللي عم يحصل؟ ليه ماما بيقولوا عليها هي اللي قتلت جريمة قتل؟ شو اللي عم يحصل؟ ممكن تحكي لي؟ تمام، يلا تعالي خلينا نطلع مع بعض واشتري لك حلويات. يلا انا عايزة ماما. يلا تعالي معايا، يلا يلا. وهنا تفضينا انا وياك يا ديما. سيد مراد، ممكن التسجيلات يلي قلت لنا عليها في التليفون؟ طبعا اكيد. دي الكاميرا فيها كل حاجة، فيها التسجيل كيف اعترفت وقالت عن جرائم القتل كلها، وهي اللي عملت كل حاجة وانا متأكد. الكاميرا صورت كل حاجة. تمام، اعطيني الكاميرا. اسمعيني، اوعك تتحركي من مكانك، هنقبض عليكي عشان انت متهمة بجريمة قتل، ولو مش عارفة جرائم القتل اللي عملتيها كلها 15 سنة سجن. يعني مش شوية بس، دول كتير قوي. وكمان مين اللي اشترك معاها في الجرائم؟ السيدة نعمت اللي هي أمك. طبعا اللي اشترك معاها في الجرائم واللي نفذت السيدة ديما، وكمان السيدة نعمت نحكم عليها 5 سنين سجن معاها عشان هي اللي اشتركت معاها وعملت كل حاجة، والمحكمة هي اللي هتقرر طبعا. يلا امشي قدامي، امشي قدامي، اتفضلي امشي. ليه عملت كده مراد؟ ليه عملت فيني كده؟ ليه؟ ماما، انت ليه ما عملتش اي حاجة لما خدوها؟ تعالي حبيبتي. لا، انا مش هاجي عندك. انت مين اصلا عشان تقولي لي تعالي؟ لا ما تقوليش كده، دي طنط رفيف، انت مين بتحبيها؟ لا انا ما بحبهاش عشان هي بتكره ماما. لا ما تقوليش كده، دي طنط رفيف كويسه وكمان حنينه، اعتبريها زي ماما عشان رايحه عشان تسافر، لانه هترجع بعد زمان يعني مش هتبقى كتير. ماما ما راحتش تسافر يا بابا، ماما اخدوها للسجن وانا مش عايش معاها مرة تانية. انا عايزة ماما. ليه عملتوا كده في ماما؟ تعالي يا حبيبتي، ماما هترجع ما تخافيش. تعالي لعندي، يلا تعالي، اعتبريني زي ماما. وكمان دينا وصتني وقالت انه لازم احافظ عليكي كويس. يلا اعتبريني زي ماما، انا هربيكي وهفضل معاكي لحد ما تيجي ماما. تمام؟ لو ماما قالت انه انت هتربيني وهتحافظي عليا تمام، يعني هعتبرك زي ماما. هو يعني اناديلك طنط رفيف او اناديلك ماما يعني؟
لو ممكن ناديلي ماما عادي، انتي وزي ما تحبي يعني. لو بدك ناديلي ماما، لو بدك ناديلي طنط رفيف، بس من المستحسن تناديلي ماما يعني. ياي، الحفلة حلوة قوي. حبيت الفستان تبع طنط رفيف، قصدي ماما رفيف، عشان هي قالت انه لازم انادلها ماما. ايه رأيك في الفستان؟ هو انا مش مصدقة خالص، انتوا اخوات تشبهوا بعض كتير. ايوه احنا اخوات في الحقيقة اصلا، صح بنشبه بعض كتير، بس احنا اخوات في الحقيقة. انا خالته، ممكن تناديلي خالته. بجد انتي اخت رفيف؟ واو، انا مش مصدقة خالص. ياي، انا هناديكي خالته عشان انتي خالته اصلا. انتي طيبة جدا، اصلا قبل كنت بتعامليني كويس جدا. شكرا قوي عشان عملتيني بطريقة حلوة قوي. هو ماما لسه ما هتجيش؟ قصدك السيدة ديما؟ هي هتيجي ان شاء الله، هتيجي، ما تخافيش حبيبتي. يا عملتي كده يا رفيف؟ ليه سبتيني ورحتي؟ ليه؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ ايه اللي وصلنا للسجن هنا؟ انتي غلطتي غلط كبير. انا ندمت ان انتي عملتي كل ده، وانا ندمت ان انا عملت كل حاجة في رفيف. شفتي اخرتها ايه؟ اخرتها احنا اللي خسرنا، اخرتها احنا اللي دخلنا السجن وتعذبنا. انا مش مصدقة ابني بيعمل فيا كده، مش مصدقة خالص. بس دي العدالة يا ديما، احنا لازم نتعاقب عشان احنا عملنا اخطاء كبيرة. وانا خطأي الوحيد ان انا تبعتك وعملت كل حاجة دي في رفيف. غلطت قوي. الآن بتقولي يا ماما نعمت ان انا غلطت؟ الآن بتتكلمي يا ماما نعمت؟ خلاص الآن فات الأوان، احنا الآن في السجن ومفيش أي حد هينقذنا. يعني الكلام ده اللي بتقوليه ده كلام بايخ ومش هيفيدك أبدا. خلاص اتركيني بحالي، ده كله بسببك انتي. ياسمين بنتي، انتي كيف عايشة مع المرة دي؟ ليش بعدوكي عني؟ لا، عشان اقول